اي حاجه ثانيه؟ بطاطس بقى. ايوه شكرا. بيعملوا السردين بطريقه مختلفه تماما. شو ده سي فود، الاثنين حلوين جدا. دلوقتي بنجرب البقلاوه الجزائريه اهو، بصوا شكلها عامل ازاي. وعدتكم ان احنا هنجرب الاكل الجزائري، وانتوا طلبتوا مني في الكومنتات ان انتوا عايزين نجرب الاكلات التقليديه في الجزائر، فكان لازم الاقي حد جزائري يفرجني او يعرفني على الاكلات. وده ايه؟ ده المرق، بحط من هنا، بحط من دي على دي. دلوقتي هناكل حاجه اسمها الريشتا، ودي اكله جزائريه مشهوره جدا، تعتبر من الاكلات التقليديه الجزائريه، وهقول لكم حبه معلومات عنها. الريشتا دي عباره عن ايه؟ اول حاجه هنا الجزائريين بيعملوها من نودلز او الشعريه الطويله، بصوا زي شويه الفكر الاسيوي او الصيني، بصوا عامله ازاي. وبيبقى معاها دجاج ومرقه زي ما شفتوا احنا بنحط المرقه، وهي بتتعمل في طاجن كده او طاجين، وجاي معاها خضار زي لفت وبطاطس والكلام ده كله. في ناس او في معلومات بتقول ان هي اصلها جايه من الدوله العثمانيه والطابع الاندلس شويه، يعني جايه شويه من العثمانيين، عشان كده النودلز ديت مشهوره في اسيا او وسط اسيا، وعشان كده هي اكله يعتبر ان هي تقريبا بادئه من وسط اسيا، وهنا بيعملوها بطابع مغربي او طابع العربي الجزائري بقى. هي عباره شويه عن نودلز او الشعريه الطويله، والفكره ان هنا هم بيعملوها يدوي، في عائلات او قبائل لغايه دلوقتي لسه بتعملها يدوي، ودي حاجه بيفخر بيها الجزائريين جدا. وفي اقاويل تقول ان الاكله ديت اصلها عثماني، عشان كده النودلز او كده جايه من الصين او وسط اسيا وصلت لهنا، بس هنا بيعملوها بالطابع المغربي او الطابع العربي الجزائري، فعشان كده واحده من اشهر الاكلات التقليديه هنا في الجزائر. طعمها حلو جدا، والفكره ان هنا كمان بيقولوا ان الجزائريين بيحضروه يدويا، يعني الحاجات دي بيقولوا بتتحضر او تتجهز يدويا وبتتساب في البيت تتجفف والكلام ده كله، وده فخر للجزائريين او حاجه من الحاجات اللي هم بيفخروا ان هم بيعرفوا يعملوها. زائد كمان ان طعمها حلو جدا وخفيفه، اخف من الكسكس، وبتعتمد على المرقه والخضار اللي حواليها، فطعمها هادي وخفيف، وفي نفس الوقت طعمها حلو جدا يعني مميز بنين زي ما بيقولوا الجزائريين. انا هنا باكلها في مطعم في وسط البلد، بيجي معاها فراخ زي ما انتم شايفين، وبيجي معاها زي بطاطس او بطاطا اهو. طعمها حلو، طعمها بنين يعني زي ما بيقولوا الجزائريين، عشان ممكن يفتكروا ان حلو ديت قصدي بيها ان هي مسكره او حاجه، لا طعمها بنين، و طعم الاكل هاديه، تحسها بيتي قوي يعني. دي يا جماعه شوربتي المفضله هنا في الجزائر، الفريك. اسمع ان هي من احلى الحاجات هنا في الجزائر عامه، وانا بحب الشوربه، لازم اعصر عليها الليمون الاول تقريبا. من الحاجات اللي عجبتني هنا في الجزائر الليمون عندهم كبير جدا، يعني اول ما جيت افتكرت ان هو برتقال، لان في مصر عندنا الليمونه عامله كده، هنا الليمون كبير جدا. كنتش اعرف. اه بجد، لا هنا الليمون عندكم الليمونه عامله كده، في مصر عامله كده. بسم الله. تحفه. اوكي. I'm glad. طعمها مليح، بنينه بالزاف. بنينه بالزاف يا جماعه. الشوربه دي شوربه فريكه صح؟ فريك. 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 Sometimes we call it jerry freak. تلفريك. Jerry freak. جاري فريك. صراحة الهدات
ايه بس احنا نورمال. اسمه ايه؟ مرقه تقريبا او حاجه. اكزاكتلي. يحطوا هنا شويه عليه على الكسكس، وبعد كده احنا جايبينه بالدجاج، بيحطوا عليه خضار زي جزر، ودي مش عارف دي ايه، تقريبا كوسه. كريوات. تقريبا. Why are you هناخد laughing? معلقه دجاج بالحمص والكسكس الجزائري. Okay. You can actually. بنين جدا. اعمل ايه باللبن؟ اشرب؟ Yes, but if you like. انا ما بحبش اللبن. You don't like it. انا ما بحبش اللبن. Me too. بس طعمه حلو، طعمه بنين جدا. هنا في الجزائر بيعملوا الكسكس بانواع كتير تقريبا. انا سمعت ان في تقريبا 300 نوع كسكس جزائري، لان هنا كل مدينه او كل قبيله او كل ولايه هنا بيسموها ولايه بتعمله بطريقه مختلفه عن المكان التاني. فتقريبا في 300 طريقه بيعملوا بيها الكسكس الجزائري. Zero. الجزائري. حمص حمص مطحون، الزيت والملح الماء والماء، سيتو. حمص وزيت والماء وماء وملح. حمص مطحون. مطحون. السلام عليكم. كارنتيكا لونسيان دكان حانوت اونسيان ماغازان عيبوط لي زونسيان هما لو بريمي هنا في وارن. ا ليبوك كانوا يديروها بالخبز يابس دي جون دي بوفر تي فوا ابري ديكوفراو باشيش الحمص مطحون. فوالا الحمص راه قال لك اخي، قال لك الحمص مخدوم صدير الحمص والملح وكاس تاع زيت والماء. صدير غوبا تاع مساكين تاع لي بوفر تي فوا. Il s'appelle caliente, espagnol. Caliente. Por favor, amigo, dame caliente. Caliente, شود حامي. حنا لا بيبر يقولها حامي ويقولها كالنتيكا ان مو اسبانيول. كالينتي. فوالا. شكرا. موي بيان. هريسه هريسه. سبايسي. السلام عليكم. سلام. حار. حلوة قوي 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 قوي. كاظمي سامي. هنا بتشربوا معاه ليمون؟ يعني لازم نشرب معاه ليمون؟ لو تتفضل اسمع. مليحه. كلها طيبة. كلها طيبة. الليمون ده طعمه جميل. جميل شيء جدا جدا. بصوا يا جماعه، دي الكرنتيكا هنا في غرب الجزائر، واحده من الاكلات الشعبيه المشهوره وهي الكرنتيكا. طيب دي اول تجربه لاشهر اكله هنا في وهران وهي الكرنتيكا. طعمها بالظبط حمص مطحون. طعم الحمص قوي فيها وسخن جدا، حاطين عليه سبايسي او هريسه وزيت، طعمه حلو. هنخش نشوف ازاي بيعملوا الكرنتيكا من الاول خالص. يلا مرحبا بك. يلا بينا. نص كيلو. ده حمص. رز اخر. ثانية واحدة. ايوه تمام. نصفين. ملعقة كبيرة من الملح. ملح تمام. 4 لترات ونصف من الماء. من الماء. كاس زيت. كاس زيت.
نخلط ونتركها شوي. ماشي. بعدها نعمل. تسيبها شويه تجمد يعني، تسيب العجين وبعد لا كده هذا صاي كويس. بعد كده تدخل الفرن. على حرارة جد عالية. كام بقى الحراره؟ ده انت الحراره على الاخر. ده درجه حراره كام دي ولا جد عالية. اعلى حاجه؟ وبتاخد وقت هذه هي تاخد وقت قد ايه عقبال ما تطلع؟ 6 دقائق 7 دقائق. 7 دقائق 6 دقائق 6 7 دقائق 7 دقائق. تمام. وهذه هي الوصفة. ماشي. حلوه الوصفه. مرحبا بكم. طيب اتفرجنا، هو شرح لنا بالظبط ازاي بيعملوا هنا الكارانتيكا، وسهله الوصفه مش صعبه، بس هم هنا محترفين جدا فيها في المقادير بالذات، ازاي بيحطوا كميات معينه من الحمص من الملح او الزيت عشان يطلع طعمها حلو. خلينا نشوفها بقى بعد ما تطلع هيبقى شكلها عامل ازاي لما تطلع من الفرن. بص اهي تبدا تنشف واحده واحده. انت لازم تسيبها لغايه ما لونها يبقى اسود زي دي مثلا، صح كده؟ لازم تكون كحله شكرا. الف شكر. وصلنا على مطعم إغريسان، واحد من المطاعم الكبيره هنا، وبيطل على فيو وهمي في مدينه قسنطين. طيب خلاص احنا دلوقتي في نهايه اليوم، تعالوا نريح شويه وناكل. جيت على مطعم هنا اسمه ايه المطعم؟ مطعم إغرسان. مطعم ايه؟ إغرسان. 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 يطل على جسر على جسر ملاح سليمان. مليح سليمان. ملاح سليمان. ملاح سليمان. داكور. في قصر. وبيطل على جسر ملاح سليمان. خلينا ننزل ناكل هنا اكل تقليدي جزائري. بصوا المطعم هنا الديكور بتاعه عامل ازاي، حلو جدا، الوانه كمان جميله. يلا بينا. قسنطينة. اهلا. ايه الصدفه دي؟ انت بتعمل ايه هنا؟ بتعمل ايه؟ ايه اللي جاي من قسنطينة؟ جزائري؟ جزائري. اصلك جزائري؟ ولد القاع والباع. بصوا يا جماعه المنظر حلو جدا جدا جدا. المطعم بيطل على المنظر ده، وادي الرمال تحت، وجسر ملاح سليمان. فالشكشوكه تعتبر من اشهر الاكلات هنا في قسنطين، وطلبتها على المنظر ده. احنا قاعدين في واحد من المطاعم المشهوره بيطل على الجسر المعلق ده. المباني هتلاقوها واخده الطراز الاوروبي، حتى الفطار هنا على الطراز الاوروبي، لان فرنسا استعمرت الجزائر لاكثر. ده كده بيقولوا صباح الخير. صباح الخير. مشهورة بيها قسنطينة، وهي الشكشوخة. رأيك في الشكشوخة؟ طعمها حلو جدا، وبالنسبه لي عجباني اكتر من العاصمه. ليه بقى؟ طعمها هنا اكتر من العاصمه، لان هنا مشخشخين المسمن، فتحس ان هي اكتر مديها طعم مكرونه. في العاصمه كنا بناكلها فاكر انت كانت جايه ورق، فكانت أكبر. مش مشخشخينها كويس يعني، مش مشخشخينها. ممكن يكون في العاصمه بيعملوها بالطريقه دي. بس هنا دي شبه المكرونه شويه، والقطع شكلها اصغر. ده كفايه المنظر وراك. منظر يفتح النفس. من اشهر الاكلات في قسنطين، واسمها شكشوكه. هنا اكله تقليديه بالذات او تحديدا في المشرق الجزائري، بتيجي هنا باللحم، ودي بتبقى زي المسمن بس تبقى يعني سبب تسميتها شكشوكه ان هم كانوا بيفتفتوا العجين او بيشخشخوه، فعشان كده اتسمت الشكشوكه. ويبقى محطوط عليها حمص وفلفل اخضر، وبناكلها على المنظر اللي ورانا ده. هنا عشان بيشخشخوا العجين تحسوا شويه ان هي مديه على طعم المكرونه، او طعمها شويه مكرونه. جربتها؟ صح، هي شكلها اصلا مختلفه عن اللي جربناها في بجد؟
اللي جربناها في ايه؟ في العاصمه. لما جربتها في العاصمه كان جاي المسمن او كان جاي زي ورق، ما كانش متشخشخ. هنا بص متشخشخينه ازاي او مقطعينه، ف طعمه شبه المكرونه شويه. وده لحم الخروف عشان كده فيه دهن كتير. مش عايزين ناكل كل الدهن ده. طعمها حلو، حاسس اني باكل مكرونه باللحمه. بجد؟ بالصلصه بقى. بالصلصه. طعمها حلو جدا. ده حار ها؟ حار لازم 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 اول حاجه تعملها هي البيتزا دي. طعمها خطير، بيعملوها حلو جدا، طريه وخفيفه، العجينه بتاعتها مش تقيله، والصلصه نفسها طعمها حلو جدا. بتلاقي الجزائريين كلهم بيجوا يفطروا كده الصبح، كل الناس دي تيجي تشرب تاكل البيتزا. بصوا هي طالعه سخنه. عايز واحده من دي كمان. هات لي واحده من دي كمان. فورماج. صاحبي شرطي. تعالى وين هنا؟ حد يترجم لك يا جماعه بيقول ايه؟ قلت لهم جبت كذا. قول اللي انت بتقوله ده عشان انا تحت انت قلت له والله ما عرفت انا كابري نلعب باك شايفني باك شايف. حد يفهمني في الكومنتات هو بيقول ايه؟ انا قلت لهم واحده ويسكي. واحده ويسكي. جي ويسكي. خمره يعني. خمر ولا الخمر؟ لا ويسكي لا يا عم. لا غم. لا مش ويسكي، انا بشرب ليمون فقط. هذا هو ليمونات. ليمونات فقط. جبت واحده فورماج واحده سي فود، الاثنين حلوين جدا. الفكره ان هي خفيفه فتقدر تاكل منها اثنين عادي. الفكره كمان في الجزائر الاكل رخيص جدا مقارنه بالبلاد التانية. بجد والله ارخص من مصر حرفيا. يعني تاكل في اي وقت مثلا هنا سندوتش شاورما الكبير مثلا ب 50 جنيه مصري، يعني دولار واحد. البيتزا ديت مثلا قطعتين ممكن تلاقيهم عاملين دولار ولا حاجه. ده اصلا لو خلوك تدفع هنا كرم الجزائريين ما بيخلكش تدفع حرفيا، يعرف انك مصري بس ما يخلكش تدفع اي حاجه. حلوه الكاري. مليحه بالزاف. بنينه بالزاف. كام الحساب بتاع البيتزا؟ الزوز. زوز بليمون. لا والله ما هينفع، والله ما هينفع. مش كل نديك الكاميرا يا جماعه عايز يعزمني تاني مش كل مره. المره اللي فاتت انت عزمتني. معليش نعزمك هاجمين. المره دي انا اللي هدفع. لا نعزمك مش كل مره والله مش هينفع. صحتك يا كينجو الماسك الله فيك حبيبي شكرا. تسلم الف شكر. طب ادفع الليمون طيب على الاقل. لا ما تدفع ولو يا عم تغسل يدك. بتحرجني والله. من انا حاجه تغسل. شكرا. لا ايدي تمام بس انا عايز ادفع مش كل مره انت. لا تدفع صحتك. شكرا. عفوا ناس جزائريون كرماء. ما هو باين، ما انا عارف ان الجزائريين كرماء والله، يعني ما بيخلونيش ادفع.
دلوقتي بنجرب البقلاوه الجزائريه اهو، بص شكلها عامل ازاي. بيعملوها باللوز وحاطين عليها عين جمل. طعمها حلو جدا. هنا بيقولوا بنينه بالزاف. بنينه. بصوا المكان هنا من سنه 1943. مؤسس له ده المؤسس. دي هم اولاده دي بالهم اولاده. المحل ده من سنه 1943 تقريبا، يعني داخل اهو في 80 سنه. الحلويات عنده خطيره الصراحه، الحلويات الجزائريه التقليديه في حته ثانيه خطيره. ده سردين. مشهور السردين برضو عندهم هنا السردين برضو من الحاجات المشهوره جدا في الاكل. بصوا السردين اللي هو السمك الصغير. دي كبده ودي لحمه. سردين. دي سردين. ده سردين حوت. حوت سردين. بصوا يا جماعه الجزائريين بيعملوا السردين بطريقه مختلفه تماما. كبده. اي حاجه ثانيه؟ بطاطس بقى. واحد بطاطس. ايوه. طب يا جماعه هنجرب دلوقتي حاجتين هنا بيعملوهم في الجزائر. اول حاجه شاطرين فيهم جدا دي كبده الفراخ الجزائري اللي هي دي، وده السردين الجزائري. بيعملوه بطريقتين هنا، بيعملوه زي ما وريتكم اللي هو بولاد ده، بس خلص من عندهم، فهنجرب السردين العادي. ودي كبده الفراخ من اشهر الحاجات اللي بيعملوها هنا في الجزائر، وبرضه بياكلوا بالخبز. يبقى انا في العادي ما باكلش سردين في مصر يعني، بس هنا السردين شكله مشهور جدا هنا، فعشان كده قررت ان انا اجربه. وبيعصروا هنا عليه ليمون الاول اهو. دي السردينه. طعمه خطير. انا في العادي بحب السردين، بس طعمه هنا لا حلو بجد. بنين عجبني. اول حاجه ما تحسش ان فيه شوك، ومقرمش، طعمه حلو جدا. دي كبده فراخ مشهورين برضو بيها جدا. يعني الاكل المحلي الجزائري اكلهم حلو الجزائر. ده اكلات تقليديه هنا شعبيه، اكلها حلو، اكلهم حلو جدا عجبني. هلا وده بطاطس اهو. الحاسس ان في المغرب العربي عامه يعني في الجزائر تونس المغرب بيحبوا هنا البطاطس المحمره جدا، بيعملوها حلو قوي. يعني ما بيستخدموش مثلا بطاطس مجمده، على طول بيعملوا بطاطس يعني زي في البيت، نفس طعم البيت. سردين تاني.